السلام عليكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة انتصارات 6 اكتوبر. لما نتفرج على الريف في اوروبا او في بريطانيا مثلا، هنقدر نعرف شكل الحياة عاملة ازاي بالنسبة للناس دي في المدن الصغيرة، في الريف الصغير مش في المدن الكبيرة، في القرى مش في المدن اصلا. ده الريف في بريطانيا، ده الفلاحين بتوع بريطانيا عايشين في الوضع ده، وبيوتهم بالشكل ده وشوارعهم بالشكل ده. بيحافظوا على النظافة، المزروعات منسقة، الخضرة في كل مكان بسبب المطر طبعا، وكل شيء إلى حد كبير منظم. نسيب القرية دي ببريطانيا ونروح لقرية تانية، قرية أصغر ما فيهاش يمكن غير شارع واحد، وهننزل برضو بطريقة عرض الشارع ونشوف القرية شكلها عامل ازاي. ادي منظر القرية، تقريبا شكلها ما يختلفش كتير عن القرية اللي شفناها في الأول. هنسيب بريطانيا ونروح فرنسا. مارليان قرية صغيرة موجودة قرب مدينة ديجون، ده شكلها من فوق. وهننزل برضو نشوف الشوارع، المباني، الدنيا عاملة ازاي. ده المنظر في احدى القرى الصغيرة الفرنسية. ده الريف هناك، دي الناس المزارعين والفلاحين عايشين في الأوضاع دي. هنروح لمكان تاني في نفس القرية وهنلاقي الوضع زي ما انتم شايفينه لا يختلف كثيرا عن اللي شفناه. الشوارع مش احسن حاجة لكنها مرصوفة وآدمية، والبيوت مش احسن حاجة لكن كل بيت ليه مساحته الخاصة، والدنيا واسعة. واللي بيساعدهم على كده المطرة اللي بتخلي كل حاجة حواليهم خضرة او مزروعة. ده الطريق اللي بيودي للقرية، طريق متواضع لكنه منتظم مستقيم مرصوف على جانبيه الحقول والمزارع. هنسيب القرية دي ونروح قرية تانية في فرنسا، سان غوا، قرية موجودة على جانبي طريق كده أو شارع رئيسي في القرية. هننزل برضو وهنشوف الدنيا عاملة ازاي جوه القرية دي في فرنسا. ده المشهد، فيه اهتمام أكتر هناك بزراعة الزهور بالتنسيق الجمالي. بيوت متواضعة لكن الدنيا نظيفة وجميلة، حتى لو ما هماش أغنى ناس في الدنيا لكن كل شيء نظيف ومنظم. وادي مكان تاني في نفس القرية، وادي الحال، وادي البيوت، وادي العيشة هناك للفلاحين. يبدو ان هذا البيت مهتم بالمساحات الزهور، البيت ده مهتم بالزهور لان عنده مساحة واسعة وارض واسعة. هنسيب فرنسا ونروح التشيك، دي قرية صغيرة في جمهورية التشيك. ده شكلها من فوق، يلا ننزل الشارع ونشوفه عامل ازاي. وده المشهد في احدى قرى التشيك، بس ده يبدو في قلب القرية في وسط القرية. في بيت هنا اهو، ويبدو انه الدنيا كده مش منظمة، في حاجات مكسرة. قرية تاني في التشيك، وده المظهر او المنظر في بلاد الارياف والقرى في الدولة الاوروبية، التشيك. يعني يمكن اقل حبة من فرنسا. هنروح كرواتيا، دي قرية في كرواتيا صغيرة مقامة على جانبي الطريق كده، لكن هتلاحظ ان الدنيا هناك نظيفة الى حد كبير، شكلها كويس، الشارع شكله حلو، المساحات قدام البيوت خضرة ومنظمة.
كأنك في أمريكا تقريبا يعني. الريف في كرواتيا طلع أجمل من التشيك يمكن شوية. احنا ما شفناش كل القرى، أنا اخترت عشوائي كده واللي طلع معايا وريته لكم. هنروح قرية تانية في إيطاليا، شمال إيطاليا شوية. ده المنظر من فوق في هذه البلدة الصغيرة. وتعالوا برضو نشوف الشارع شكله عامل ازاي. وده المنظر في هذه القرية الإيطالية. زي ما انتم شايفين العلامات الإرشادية. نسيب القرية الإيطالية دي ونروح مدينة يينون في إسرائيل، في فلسطين المحتلة، في الأراضي الفلسطينية المحتلة. دي مستوطنة إسرائيلية. وده الوضع هناك في الريف الإسرائيلي اللي احتلوه من سنة 48 أو 67. ده شكل البلد هناك. مكان تاني في فلسطين المحتلة، هيرجيف أو هيوجيف، بلدة صغيرة. فكيف هو الحال في هذه البلدة؟ تعالوا نشوف. دي عربية كبيرة. لا، الشارع هنا يعني مش نظيف قوي، الدنيا مش منظمة. وادي البيوت، وادي المنظر في إحدى المستوطنات الإسرائيلية. هنروح قرية في تركيا. وده شكل الريف التركي، البلدات الصغيرة في تركيا. ده منظرها من فوق. تعالوا ننزل في الشارع. ده علم تركيا معلقينه على البيوت. هو يجمع كل الأماكن اللي شفناها تقريبا النظافة، ما عدا قرية هيوجيف بتاعت إسرائيل، دي ما كانتش نظيفة أوي يعني. شارع اهو جنب العربية. قرية تانية في شمال تركيا، في وادي ضيق بين الجبال الخضراء المطيرة. هننزل ديرلي، دي قرية اسمها ديرلي. هننزل هنا بين البيوت، بين الجبلين دول، ونشوف البيوت دي شكلها ازاي. دي بنزينة، وده محل او مسجد باين، ودي عمارات ومساكن. في هنا شوية كراكيب محطوطين، ولا زبالة دي ولا ايه. ده الوضع في أرياف شمال تركيا. بس الخضرة بصراحة جميلة جدا في تركيا، خصوصا في الشمال، بسبب الأمطار الغزيرة جدا اللي بتنزل على شمال تركيا. وهنختم الفيديو بسويسرا. دي قرية في سويسرا، وما أدراك ما سويسرا. دي قرية في حتة سهل منبسط، بعيد عن الجبال، مكان مستوي، بعيد عن المناظر الطبيعية الخلابة. لكن الشارع نفسه والتنظيم والزهور والمباني، كل حاجة هناك تبدو جميلة، نظيفة، منظمة. شعب بيهتم بالجمال وبالنظام وبالنظافة. أكيد يعني سويسرا تاخد المركز الأول في النظام والنظافة والتنظيم وكل الأمور دي. مكان تاني في نفس القرية السويسرية، يعني الدنيا عادية لكن نظيفة ومنظمة. أكيد الدنيا عادية، احنا رحنا قرى يا جماعة، ما رحناش مدن كبرى ولا محطات مترو ولا محطات قطار ولا ميادين كبيرة. أنا بوريكم الحياة ازاي في القرى دي. شكرا والسلام عليكم.